بتفكري في منتج تخسيس؟ خلي بالك مش كل علبة بريئة، أحياناً بيبقى جواها خطر. هقولك ليه. بتشوفي إعلان يوعدك بنتيجة سريعة، تطلبي والعلبة توصل، والمفاجأة العلبة مهربة، يعني محدش فحصها ولا حللها قبل ما توصلك. معظم المنتجات دي بتحتوي على مادة السيبوترامين، ودي مادة كانت بتستخدم كدواء لكن اتمنعت سنة 2010 بعد ما تسببت في مشاكل في القلب وحدوث تجلطات. الموضوع مش القلب بس، المادة دي بتأثر على المخ كمان، وممكن تسبب قلق، أرق، عصبية ونوبات هلع، لأن المادة دي بتغير كيمياء المخ، بترفع السيروتونين المسؤول عن المزاج والنور أدرينالين المسؤول عن اليقظة، وزيادتهم بشكل كبير ممكن تسبب توتر وأرق. طب ليه بيحط المادة دي في منتجات ويقولوا إنها طبيعية؟ علشان مفعولها سريع، لكن السرعة دي أحياناً تمنها الصحة. لما المنتج يكون من موقع مش موثوق فيه، انت مش بتكوني عارفة هو اتحلل ولا لأ، ولا ايه مكوناته الحقيقية، وده أكبر خطر في المنتجات المهربة. وعشان تتأكدي من المنتج اللي بين إيديكي، دوري على تسجيل وزارة الصحة، وخلي بالك من الوعود السريعة زي خسارة كبيرة في وقت قصير، واحذري من الأدوية اللي بتتباع أونلاين ومش موجودة في الصيدليات، واستشيري طبيب أو صيدلي موثوق فيه قبل تناول أي دواء. الصحة مش كبسولة سحرية، دي عادات بتتبني. الخلاصة، مش كل طبيعي آمن، والنتيجة السريعة مش دايماً بريئة. انتي جربتي منتج تخسيس قبل كده؟ شاركينا تجربتك في الكومنتات، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. صحي وكيوت، معلومة صحية بس كيوت.